السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أو مساكم الله بالخير حسب ما يوصل لك الفيديو. البلد زحمة زي 7 و8 حرفيا مش كلام. طبعا أنا النهاردة عندي مشكلة مع العملاء اللي بقالهم أسبوع وكانوا برضه بيتنفسهم بيقولوا إيه لا انتوا بتشتغلونا، انتوا احنا في 9. كلمة احنا في 9 دي يا جماعة لما كانت المدارس تفتح 14/9، لكن طول ما المدارس ما فتحتش يبقى الاسعار زي ما هي قلت شويه الصراحه، لكن ما قلتش اللي في دماغ كل الناس. الكلمه اللي بسمعها طول النهار الشقه الفلانيه بكام؟ الشقه الفلانيه بجنيه. ليه يا عم ده احنا في 9؟ صحيح ليه يا عم احنا في 9؟ الاسعار دلوقتي والله ما فرقت كتير عن 7 و8 الا انها اتنفست، بمعنى ممكن في 8 ما تلاقيش ولا شقه فاضيه لمده اسبوع، لكن دلوقتي ممكن تلاقي شقه واثنين فاضيين. الاسعار نزلت شويه جزء، وخصوصا في منطقه الفيروز وباب البحر. منطقه الفيروز وباب البحر الاسعار نزلت شويه عن منطقه العوام. العوام تقريبا يعني مثلا على سبيل المثال، مش على سبيل الحصر، ثواني انا عايز بس احط النضاره. الناس في الشارع، الناس لسه في مصيف، بس الناس بتعاني. انا بعاني يعني، انا بعاني تمام، انا بعاني طول النهار. انت الشقه الفلانيه بكام؟ بجنيه. ليه يا عم؟ الشقه الفلانيه بجنيه يا عم يا جماعه الخير، ما هو انت جاي ليه؟ احنا شعب اصلا عندنا توارد افكار، عشان تبقى عارف احنا الشعب المصري عندنا توارد افكار. بنفكر كلنا تفكير واحد، كلنا بدون استثناء بنفكر تفكير واحد. نيجي كلنا نروح في 9 عشان الاسعار تنزل. بلح والله بلح. مفيش حاجه اسمها اروح في 9 عشان الاسعار تنزل. الاسعار تنزل وتطلع بناء على وجود الناس في الشارع. انا عندي شقه في المكان مش المكان الفلاني، عندي شقه في المكان الفلاني وفي 10 بيطلبوها، هنزل السعر ليه؟ انا هقول لكم على حاجه. النهارده مثلا فندق ريم باي كان شغال ب 3500، عمل خصم في المية، ده في العوام 10%، يعني 3250. تقدر انت تحكم من هنا السعر نزل ايه؟ نزل في الاماكن البعيده، نزل في خامس سادس نمره، كان ب 600 بقى ب 500. ما كانش فاضي، دلوقتي في فاضي كتير، مش كتير بس فاضي كتير في اللي ورا، الحاجات الخلفيه اللي ورا. فالناس كلها النهارده كل ما حد يكلمني للاسف بقى اللي ما سمعش الكلام او اللي هو استنصح وبعد ما سالني وداخل معايا وانا عايز شويه وبعت له اسعار وقال لي انت غالي، جه النهارده في الشارع وكلمني. في منهم لقى حاجات وسكن، وفي منهم كلمني. اللي كلمني نزلت لفيت معاه، بيت امبارح في شقه غير ادميه، لقاها ارخص طبعا من الاسعار اللي اديتها له. جه اجر امبارح بيت فيها، كلمني امبارح قال لي يا ابو حنين بالله عليك سكنني لو في تقسيم الشرطه بس شقه نظيفه. طبعا معنى الكلام ده ان هو وصل لايه؟ وصل للذروه. معنى بص من الناس قد ايه؟ يعني هو معنى الكلام اللي هو ده ان هو وصل للذروه. ذروه الايه؟ ذروه الزحمه. ماشي، ذروه الزحمه، ذروه الخنقه من الشقه. فقام قايل خلاص يا ابو حنين سكنني. بعت له حاجه ب 500 في تقسيم الشرطه 3 اوض، وجبت له حاجه ب 1100، يعني كانت ب 1500 زائد 1100 1200. المميزه اللي فيها 1200 حلوه. الحاجه اللي كانت ب 1200 بقت ب 900 و800 النهارده. الاسعار قلت شويه الاسبوع ده، لكن لسه البلد زحمه. انت قدام عينك، المنظر قدام عينك والمصرف قدام عينك. احنا بنتمشى قدرا. وانا قررت اعمل الفيديو ده اقول للناس احنا في شهر 9 الاسعار هتفضل لنص 9 والزحمه هتفضل لنص 9 على الاقل. طول ما المدارس ما فتحتش وطول ما الجو ما بردش تفضل الاسعار ديت زي ما هي. تمام، الجو حلو، الجو جميل. النوه النهارده في نوه، البحر عالي النهارده في نوه. وبمناسبه النوه برضه يلا ما دام احنا اتكلمنا وجاي اسير الجدل، عدي يابا كنت عايز اعديه. جاي اسير الجدل واقول لك الواحد النهارده لما نزلت الفيديو بتاع 6 الصبح بتاع حاله البحر، بعت لي بيقول لي انت بتخترع، البحر جميل وتحفه واحنا رايحين قريب. قلت له يا باشا انجوي. قال لي ايه؟ قلت له انجوي بس، ما قلتش اكتر من كده وسبته. تمام، راح وعلى الظهر لقيت مراته بتكلمني بتقول لي يا ابو حنين يا ريتنا سمعنا كلامك. دفعنا مبلغ قد كده مش مهم اقوله للشمسيه والكراسي، وخدنا تاكسي بمبلغ قد كده ورحنا، والبحر عالي جدا والموجه كل شويه تخبط في حد فينا بالعيال وتوقعه، واضطرينا نمشي وجينا في اخر شاطئ الهنا ده. اخر النوه والله امبارح كان الجو تحفه. النوه ملهاش مواعيد ولا لها تواريخ.
النوة دي ملهاش تواريخ، ممكن يوم ويوم. امبارح كان الجو تحفه حرفيا. تمام. فكل اهو شط الهنا اهو من الشواطئ المميزه والجميله واللي فيه خصائص كتير جدا، وانا بنزل لكم كل يوم حاله البحر والحاجات دي كلها اهي. ده منظر قدامك. ايه رايكم في شهر 9؟ احنا في شهر 9 يا جماعه، ايه رايك؟ ما تجيش تتصل بيا وتقول لي ليه يا عم. والله يا عم انا بقول لك بلاقي لك الصوره، ما بغشكش ولا بنصب عليك. بالعكس انا ممكن اجيب لك اسعار انت ما تعرفش تجيبها لما تيجي في الشارع. ولكن كل حاجه في الدنيا لها ميزه لها عيب. مفيش حاجه في الدنيا بتاخد كل المميزات. تمام؟ مفيش حاجه اسمها انك تيجي في مكان تاخد كل اللي انت عايزه. انت مش جاي تحقق احلامك في مطروح. الجنه ان شاء الله، في الجنه نحقق احلامنا. انت هنا ممكن تاخد شاطئ وتسيب شقه، ممكن تاخد شقه وتسيب شاطئ. كل حاجه لها سعرها. ممكن تاخد منطقه بسعر، كل حاجه لها سعرها. تمام؟ انا بنزل لك الصوره بوصف لك الكلام. انت شوف اللي يناسبك ايه. عايز الفرق الوحيد انك ممكن تيجي دلوقتي تاخد شقه من خلال الشارع، لكن مش هتبقى حاطط مواصفات. يعني انا مش عايز شقه سوبر لوكس 1 2 3، لا. نمره اولى على البحر اللي كانت ب 1800 النهارده ب 1200. عندي حاجه مميزه كانت ب 1800 النهارده الراجل قال لي اشتغل من الجمعه اللي جايه ب 1200. الناس الموجودين النهارده فيها ب 1500. قال لي اشتغل الجمعه الجايه ب 1200. عندي حاجه كانت ب 1200 نزلت ل 1000. تمام. اما ثالث رابع نمره تبدا ب 500. لا مش كويسه. ام 500 مش كويسه. ام 500 شقه تتقفل عليك، حلوه مقبوله، لكن الفرش بتاعها مش احسن حاجه في الدنيا. المكان اللي انا فيه ده اخطر مكان في البلد، بيعمل حوادث كتير فيه. اللي جاي من بره ما يعرفش المكان ده دايما بيلبس المكان ده. تمام. طيب 500 600 700 رابع خامس نمره. تمام. ما هي منطقه باب البحر، عاوزين نشوف باب البحر. انا ماشي اهو معاك اهو. خلينا نشوف باب البحر مع بعض ونشوف هنوصل له ولا مش هنوصل. لو زحمه هنقفل، لو مش زحمه هنوصل له منطقه باب البحر. اول نمره على البحر اللي كانت ب 1200 ب 1000 مراوح، واللي كانت ب 1800 شغال الاسبوع ده ب 1500، وقال لي الجمعه الجايه اشتغل ب 1200. ودي حاجه مميزه ومن اميز الشغل اللي انا بشتغل فيه، اللي هي طبعا يا عم حسن على راسي. تمام. طيب هل في زحمه ولا مفيش؟ انت تحكم بعينك باللي انت شايفه قدام عينك. الفيديو قدامك والناس قدام عينك والعربيات قدام عينك. البلد فاضيه ولا لا؟ انت احكم. انت ليك نظر وليك عين، وانا مش عامل شغل متسجل. لا انا اهو، انا قدامك اهو، مباشر. تعالوا نشوف العميل اللي بيتصل ده. ما انا عمال احكي والله بقالي ساعه اللي بيسالني على الاسعار ده، عمال احكي. مش عارف انت سامعني ولا انا بكلمني. المشكله اللي ليه سؤال فيكم بيركز على السؤال بتاعه، ما حاجه ثانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم. الأبيض بلو بيتش. تمام. عندي حاجه بتبدا ب 1600. لا شباب لا. والله يسكن في البلد يتحرك كل يوم شويه شكل دي سهله، لكن تسكن في بلو بيتش بيبقى الشباب. بتعدي بالحب، بنتفق مع الناس وخلاص، وبنعرفهم انت شباب وخلاص. نعم. بنعديها احنا بحبايبنا، بنبلغهم ونشوف الدنيا ايه ونقدر نعملها لك ان شاء الله. غرفتين تبقى 1600. 4 سراير. تحت امرك يا فندم. السلام عليكم. معلش الصوت بتهزني، انا كنت برد على التليفون واضطر ان انا ارد واكلم الناس. تمام يا شباب. فدلوقتي الاسعار اهي. انت ليك عين وراس، وكما قال الشاعر اللي ليه عين وراس يعمل ايه؟ يعمل عمايل الناس. انت ليك عين وراس، بتفهم، شواف. انا كلامي مش ثقه، انت ما تعرفنيش ولا فلان يعرفني، ما تاخدش كلامي ثقه. اسمع مني، ما تسمعش عني. شوف انا بقول ايه، وخد كلامي وقارنه بحد تاني وتالت، مش كده وبس. والفيديو شغال كده بس مباشر قدام عينك. انت شايف ايه؟ قال انا عن نفسي مش شايف اي حاجه يا عم الحاج. تمام. ادي منطقه الفيروز وباب البحر اللي هي اروق من منطقه العوام. شوف العربيات. الجمعه اللي جايه هدت شويه واللي بعدها هتهدى شويه. نعرف الاسعار امتى؟ يوم السبت. اصحاب العماير بيبلغونا نشتغل بكام. الشقه اللي انا شاورت لكم عليها اللي هي كانت ب 1800 نزل 1500 الاسبوع ده، وقال لي اشتغل الاسبوع الجاي ب 1200. هشاور لك عليها اهي حالا.
اقول لك عليها شقه مميزه جدا ومن اميز الشقق اللي انا بشتغل فيها، وانا مش مشاور عليها. انا هي المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه البيوت. لا يا فندم، بص انت ما انتش مكاني، انا بسمع، اقسم بالله بسمع سب بالاب والام. واحده بتتصل بيا بالليل الساعه 2 بالليل 1000 اتصال، وانا عادل رد عليها، عادل اللي كان شغال معايا شريك في الشغل ابن خالتي، رد عليها تقول له انا متابعاك على القناه، وانا هدخل القناه اقول للناس انكم انتوا اسعاركم غاليه وانتوا مستغلين. قلت لها اما هو موت الصبح وقال لي الكلام ده حرق دمي. اتصلت بيها صحيتها من النوم 8 الصبح، قلت لها هو انت بتقولي كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت لها يا باشا اعملي اللي انت عايزاه، انت سالت سؤال والراجل جاوبك، انا عايزه اول نمره في المكان الفلاني، انت بتسالني انا بجاوبك. عجبك الكلام انت على راسي، ما عجبش الكلام برضه انت على راسي، شوف غيري. انا مش قران ولا انا نبي ولا انا مطروح، انا مجرد بني ادم من مليون بني ادم، مجرد سمسار من مليون سمسار. المكان اللي يعجبك حط رجليك وحط راسك عليه وقول هو ده اللي انا عايزه وده اللي هيريحني. الكنبه اللي ترتاح فيها نام عليها، الشقه اللي هتنام فيها نام عليها، المخده اللي ترتاح فيها نام عليها، وما تزعلش نفسك. انا بلغتك بجنيه، عجبك حبا بين البايع والشاري يفتح الله، ما عجبكش حبا ما تجيش تقول لي لا. ده مثلا برج الامور شغال ب 2500 الثلاث غرف، نزل ل 2000 جنيه، لكن الروب بتاعه كان ب 4800 نزل ل 3500. الروب 3500 تمام، يعني اقصد اقول لك نزل 300 جنيه، 10% قيمه 10% تقريبا بس الاسبوع ده. تمام، فكل حاجه لها سعرها وكل مكان له سعره. بصوا يا جماعه احنا في منطقه باب البحر يا عم حسن اهي، منطقه بقى عشان خاطرك، منطقه باب البحر اهي. انا جبت لكم المنطقه دي عشان يبقى جبت لكم المكان كله يا جماعه. احنا بصوا اهي الاسعار قدامك اهي، الزحمه قدامك اهي، يعني انت شايف قدام عينك. بص اهي انا ماشي اغرز، ماشي مش بسوق، انا ماشي اعوم اهي. فندق باب البحر اهو، باب البحر اللي هي المنطقه اكتر منطقه بتفضى بدري اهي. شوف منطقه باب البحر عامله ازاي اهو. تعال نوري الاستاذ حسن حبيبي الشقه بتاعته. دي منطقه باب البحر يا جماعه، احنا في منطقه باب البحر، في اخر باب البحر اللي هي المفروض تكون البلد ايه فاضيه اهي. هنلف هنا بقى، نرجع من هنا والمقصود واللي عليه العين والنين اللي احنا عشانه ظهر قدامنا كده حاليا. تمام يا شباب كده انا خلصت كلامي يا جماعه. احنا في 9 زي 7 زي 8، الاسعار هياها نزل 10% تقريبا. البلد زحمه الله اكبر، ربنا يبارك للمال واصحاب المال. ما حدش يتصل بيا يقول لي ليه يا عم خلاص يا بني هي غاليه عليا مش هتنفع ظروفي. بس عايز تسكن بقى في الرخيص اسكن في خامس سادس نمره، اسعار من اول 400 500 600 400 لسه ما ظهرتش قدامي دلوقتي، اللي بيظهر قدامي اسعار من اول 500 جنيه، اللي كانت ب 600 و700 بقت ب 500 450 ممكن لو اسبوع. تمام، كان شغال ب 600 عم سيد نزل ل 500، يعني ايه نزل؟ تقدر تقول نزل بنسبه 10%. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمه، عشان عندنا الشغل في العماره دي. العماره دي كانت شغاله ب 1500 1600 و1800، دلوقتي شغاله ب 1200 و1100. حاج بركات ابو يوسف، السلام عليكم. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.